وهنا حبايب قلب ام امل، حبايب قلب هنعمل القرنبيط الجديد بقى السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلب ام امل وانتم حلوين كده. جبت 3 قرنبيطات كده صغننين، هو كله لقيته صغنن، فرحت جايبه 3 بقى عشان احنا ايه بسم الله ما شاء الله عيله بناكل مع بعض. تمام. هروح مقطعاه كل كده واحده من دول لوحدها، بس انا في الاخر عايزه اقول لكم انا بقسمها 2 بعد ما اسلقها عشان ما تبقاش مكببه كده. هنقطعهم كده مع بعض. الله على جماله، ربنا يعودها علينا وعليكم بخير يا رب. تمام. انا مش هقطع معاكم كله علشان ما اطولش عليكم، هقطع وارجع اقول لكم هعمل ايه. وهنا كده هحط شويه ملح كتار. تمام. ليه بقى؟ عشان انا بحب ملحه طبعا انتوا عارفين، وشويه كمون عشان الريحه. وهنا كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي الميه كده بتغلي، هننزله كده. كان هيقع يا لهوي. معلش يا جماعه انا بصور بايد واحده، المساعد بتاعتي طفشت. تمام. بصوا بقى، انا ال3 الصغيرين اهو ما جوش في الحله، بحطهم على مرتين. تمام. ارجع لكم. وهنا حطيت معلقه توم كبيره لان انا عامله كتير، وهنبدا بقى نكسر البيض. بصوا يا جماعه صلوا كده على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما اعرفش كلمه ان انا اكل قرنبيط من غير بيض. القرنبيط ده روحه البيض. تمام. انا ما جربتش لسه اللي هو من غير بيض. القرنبيط الروح بتاعته على فكره، اللي عايزه تاكل القرنبيط بجد مقرمش وطعم وريحه زودي بيض. كل ما تزودي بيض هيديكي طعم، كل ما تزودي بيض هيديكي طعم احلى. ودي تجربتي ودي حياتي اللي اتربينا عليها في الصعيد. كنا نجيب البيضات بقى من عند الفراخ ما اقولكوش. اللبن دول برضو بيودوه ايه في حته تانيه. وشويه فلفل اسمر، واحنا طبعا الفلفل الاسمر ده عشان زفار البيض اهم حاجه. حبه ملح كده، كمون انا سلقاه بكمون طبعا، كمون عشان ما يبقاش ممرر فيها قوي لما يكتر قوي. تمام. هنضربه كده مع بعض ضربه جامده. انا عندي مضرب وعندي حاجات، بس انا بحب اشتغل كده بالبلدي. نحط بقى كوبايه ميه. انا مش عايزه بس اطول عليكم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وهروح نازله مقطعه خضره مشكله اهي. هنروح نازلين كده بالخضره، وهنحط شويه ميه تاني لان انا زي ما قلت لكم انا عامله كتير بالهنا والشفا، وعامله بطاطس برده بسلقها. تمام. بصوا بقى بنحط لازم نحط شويه نشا. النشا ده برده بيساعد على ايه؟ على القرمشه والخفيه بتاعت الحاجه. ودي بقسماط ناعمه هحطها عليه. وهنا انا بعمل كل حاجه كده بالبركه يا جدعان على فكره مش بالمعيار. تمام. وهنا بقى الدقيق، بقى شويه كركم. على فكره الكركم كله بيتكلم عليه ان ليه افاده، انا بحبه في العيش وفي خبز الصعيد كده بيبقى اصفر كده وجميل. وسنه بيكنج باودر صغيره هتساعد على نفس الحاجه، خليها كده مقرمشه اكتر. عامه والله يا حبايب قلبي احنا اتعلمنا ان البيكنج باودر والكلام ده في مصر هنا، لكن احنا في الصعيد ما كناش بنحط. ارجع لكم انا كده قلت لكم الوصفه بتاعت العجنه كلها. وهنا كده نفضي ازاز الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. هو كل عايزه اقول لكم سمك او اي حاجه بتتحمر طول ما الزيت بتاعها يبقى كتير تبقى مقرمشه معاكم. كل ما تكتروا الزيت كل ما الحاجه تقرمش. هنسيب الزيت يسخن وارجع لكم. وهنا الزيت سخن. تمام. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم.
دي اكله بسيطه والله، مع انها بتتكلم بس حلوه، بس تاكلوها والله ولا لحمه ولا فراخ. اسمع ان اللحمه يعني اللحمه ملهاش بديل. اخلص وارجع. حبايب قلب ام امل، وعملت القرنبيط، كل سنه وانتم طيبين. وعملت معاه بطاطس كريبس ولا بتقولوا عليه ايه، انا مش عارفه. بطاطس كده بالعجينه بتاعت القرنبيط مقرمشه. قربي يا بنتي. بصوا من جوه ناعمه كده وطريه، من بره مقرمشه. وادي القرنبيط هما بيقولوا عليه ايه يا بنتي، ستريبس ولا كريسبي. بصوا بصي تعالي قربي هنا تاني. تسلم ايدك يا ست الكل. سامعه الصوت؟ تحفه تحفه تحفه، تسلم ايديك حبيبتي. بصي قربي تاني. معاه فلفل ما اقولكوش، شطه. وهنا عملنا القرنبيط، بصراحه هي اكله مغذيه ومفيده. وعملنا البطاطس اسمها يا بنتي قولي تاني. بطاطس بانيه. بطاطس بانيه اللي هي بتقرمش من بره ومن جوه طري. وده مخلل، اللي عايز ياكل مخلل وانا هاكل فلفل. وعيش وشير ولايك ودعوه حلوه حبايب قلب ام امل اللي بيحبوني وانا بحبهم. دعوه من قلوبكم ولكم بمثلها. وعامله لكم الوصفه على قد الايد. حلو غدانا نعمه، الحمد لله من عند الله. شير ولايك. هتبدا تعملي سندوتش كده، تعملي سندوتش كده بجد. انا ما بقدرش اقاوم القرنبيط. شتا انا ما بقدرش اقاوم القرنبيط. تطلعي تمشي في الشارع كده تلاقي واحد بيبيعه كده، انا ما بروحش السوق من النادر. تمشي كده تلاقي الراجل بيبيعه كده في الشارع، تروحي جايبه بقى معبيه لك 2 3. هنطلع من الشتاء عصافير الجنه قد كده. ودمتم سالمين.